5, 4, 3, 2, 1, 0. مساء الخير أعزائي مشاهدين برنامج بنت اسكندرية، وحلقة جديدة هنتكلم فيها عن صحة أسناننا. زي ما بنهتم بصحتنا الداخلية لازم نهتم بصحة أسناننا كمان. علشان كده احنا النهاردة موجودين في عيادات فيوتشر للأسنان والتجميل الأسنان. هنتعرف على العيادات وناخد جولة جوه العيادة. ودلوقتي جه لقائنا مع دكتور شريف الشافعي، اخصائي طب وجراحه الفم والاسنان، عضو مجلس اداره وامين صندوق الجمعيه المصريه لزراعه الاسنان. برحب بحضرتك. اهلا وسهلا يا فندم. احنا موجودين دلوقتي في احد عيادات بتاعه حضرتك. كلمنا كده عن عياداتك. احنا عياده المستقبل لطب وتجميل الاسنان. الفرع اللي احنا فيه دلوقتي دوت فرع سيدي بشر، وده احنا عملناه في 2012 الحمد لله. وبعد كده عملنا اكتر من فرع، وهنشوف الفرع الثاني ان شاء الله اللي هو في لوران شارع الشعراوي، هنعمل فيه بقيه اللقاء باذن الله تعالى. بس اوكي، قول لنا تخصصات الاطباء، يعني نعرفها ازاي التخصص اللي انا ممكن اروحه، ودرجات الدكاتره اللي ممكن اختاره. تمام. احنا عايزين نعرف ان طب الاسنان فيه اكتر من تخصص، تمام، عشان في معلومه خاطئه ان دكتور الاسنان بيعمل كل حاجه. صح. تمام. بس في العموم في درجات في الاطباء، يعني عندنا ممارس عام، عندنا اخصائي، عندنا استشاري. تمام. هي الفكره ان انا امتى اكون محتاج اروح للاستشاري، وامتى محتاج اروح لاخصائي، وامتى الممارس العام ينفع يعملها. ده حسب البروسيس او العمليه اللي انا هعملها. تمام. محتاجه تدخل متقدم، تمام، ولا ممكن الممارس العام هو اللي يعملها على طول مباشره. تمام. فبالتالي ما اجيش مثلا على حاجه سهله جدا زي تنظيف الجير مثلا اروح اطلب استشاري هو اللي يعمل لي تنظيف الجير. دي حاجه بسيطه، ودي حاجه بسيطه. ولكن مثلا لو هناخد حاجه زي علاج العصب، مبدئيا كل دكاتره الاسنان تقدر تعمل علاج عصب، ولكن في انواع من علاجات العصب معينه بتكون متقدمه ممكن تحتاج اخصائي علاج عصب. في حالات خاصه بتحتاج استشاري في علاج العصب. تمام. وهكذا. تمام. قول لنا فوائد الكشف الدوري على صحة الأسنان. يعني هل أنا محتاج فعلا أعمل كشف كل شوية؟ تمام. الكشف المبكر مهم جدا والدوري مهم جدا. يعني التوجه لدكتور الأسنان للأسف في ناس كتير جدا بتروح لدكتور الأسنان لما يحسوا بالوجع أو وكمان مش الوجع العادي، يعني هو بيقعد فترة بياخد مسكنات ومضادات حيوية. تمام. مع نفسه، ودوت خطر جدا. تمام. لغايه ما يوصل لمرحله متقدمه جدا اللي هو مش قادر ومفيش مسكنات محوقه معاه، ويبتدي يفكر ان هو يروح لدكتور الاسنان، ودوت شيء غلط جدا. تمام. ليه؟ لان احنا كل ما بنروح بصفه يعني منتظمه للدكتور، دوريه ومنتظمه لدكتور الاسنان، بنكتشف الحاجات الصغيره. مثلا لو كانت سوسه بسيطه هيبقى التدخل اقل في التكلفه، اقل تدخلا طبيا. تمام. وهيكون العلاج فعال اكتر. تمام. لو استنينا المرحله اللي بعدها هنوصل للعصب. لو استحملنا الام العصب وخدنا شويه مسكنات هنوصل لوجود خراج. لو استنينا بقى الخراج قلب بقى خراج مزمن هنخش في المرحله اللي بعدها، وهكذا وهكذا. هتبقى مرحله اصعب طبيا وتدخلا، وبرده تكلفه هتكون اغلى. قول لنا هي بقى لو حد عنده اسنان مفقوده، ازاي اعوضها، وانواع الاسنان المفقوده دي اعوضها ازاي؟ تمام. هو الاسنان المفقوده مهم جدا ان احنا نعوضها.
يعني في ناس بتقول مثلا انا ضرس مخلوع عندي الجنب التاني شغال خلاص. بالظبط كده. عدم تعويض الاسنان لفتره طويله بيؤدي ان القفله بتاعت الجنب دوت بتبوظ، لان الضرس اللي قدامه والضرس اللي وراه بيميلوا، تمام، والضرس اللي فوق منه بيبتدي يحصل له حاجه اسمها اوفر ايربشن او بيطلع عن مكانه، فالقفله في الجنب اللي هو اللي فيه السن او الضرس المفقود بتبوظ. غير ان احنا بنعمل حاجه اسمها اوفر لودنج او حمل زائد على الجنب التاني، وده بيؤدي لمشاكل في الجنب التاني. تعويض الاسنان عموما بيتم بطريقه 3 طرق، تمام، يا اما تركيبات متحركه، يا اما تركيبات ثابته اللي هي الكوبري، يا اما زراعه الاسنان. كل حاله تمام بيكون ليها الافضل بالنسبه لها حسب الحاله بتاعتها. طيب احنا كده عرفنا عيوبها وعرفنا كل حاجه، قول لنا بقى زراعه الاسنان انواعها ايه؟ زراعه الاسنان في العموم في انواع كتير قوي من زراعه الاسنان، تمام، ولكن اللي موجود كل حاله اكيد ليها حاجه بتناسبها. طبعا كل حاله حسب نوع العظم وحسب كميه العظم اللي موجوده بيناسبها نوع زرعه معين، تمام. غير كده كمان واحنا بنختار نوع الزرعه بنهتم جدا ان يكون زرعه ليها وكيل قوي، تمام، عشان الاكسسوارز بتاعت الزرعه ديت او الاكسسوارات بتاعت الزرعه ديت تكون متوفره. لان للاسف في انواع بتكون رخيصه حتى لو الجوده بتاعتها جيده، ولكن هي بتكون رخيصه عشان بيكون داخله عن طريق تهريب او داخله مش بصوره رسميه وملهاش وكيل جيد هنا، فبالتالي الزرعه حتى لو مسكت في العظم بعد فتره لو احتجت اي اكسسوار ليها ما بلاقيهوش، فبيوقع المريض هنا في مشكله كبيره جدا ان الزرعه ماسكه في العظم، تمام، ولكن مش عارفين نركب الجزء الخارجي بتاعها. طيب قول لنا الطريقه الحديثه لزراعه الاسنان. طبعا في طرق كتيره لزراعه الاسنان، ولكن مؤخرا او في الفتره الاخيره دخل موضوع الديجيتال، تمام، تقنيه الديجيتال والكمبيوتر والكلام من دوت، تمام، مع الاشاعات الحديثه اللي موجوده بنقدر ان احنا نعمل زراعه الاسنان من غير فتح، من غير غرز، من غير خياطه، تمام. طبعا هي مش بتناسب كل الحالات، ولكن بقى مع التكنولوجيا الجديده بقت تناسب معظم الحالات، ان احنا من غير تدخل جراحي ومن غير فتح بنقدر نزرع بطريقه سهله وبسيطه جدا، وبتكون غالبا يعني بالام بسيطه او متوسطه. اوكي يا دكتور، قول لنا التركيبات بقى، في انواع كتيره للتركيبات والناس بتبقى مش قادره تحدد ايه النوع المناسب، قول لنا الفرق بينهم وانواعهم. مبدئيا اشهر 3 انواع البورسلين والزيركون والايماكس، تمام. البورسلين يعني يعتبر قدم شويه، تمام، لان هو قوه مش قوي قوي، وجماليا برده مش يعني مش اثاتيك، مش احسن حاجه في الشكل الجمالي، تمام. الزيركون والايماكس ده الاتجاه الحديث دلوقتي. الايماكس بيكون اكثر جمالا ولكن اقل ضعفا او اقل قوه، تمام، والزيركون بيكون اكثر قوه ولكن اقل جمالا، فبنفضل الزيركون في الضروس الخلفيه والايماكس في الاسنان الاماميه. طبعا عايزين نقول للناس ان التركيبات مختلفه عن شكل الضحكه وشكل الابتسامه، يعني في ناس بتحب شكلها في الضحكه يبقى حلو، فقول لنا يعني ده مختلف عن التاني، قول لنا تفاصيله. تمام. الجديد دلوقتي في طب الاسنان الديجيتال سمايل ديزاين او اعاده تصميم ضحكه الاسنان ديجيتال عن طريق الكمبيوتر. فاحنا دلوقتي بنقدر ان احنا نصور شكل اسنان حضرتك، ونعمل ديزاين على الكمبيوتر للضحكه بتاعت حضرتك، وتشوفي الديزاين دوت قبل ما ننفذ اي شيء على ارض الواقع على اللابتوب، وبعد ما نشوف الديزاين دوت ونعمل موديفيكيشن فيه بالطريقه اللي تناسبك او نعدل فيه بالطريقه اللي تناسبك، السنه طويله، السنه قصيره، السنه عريضه، تمام، نبتدي ننفذ دوت على ارض الواقع، تمام. تنفيذه بقى بيكون عن طريق يا اما تركيبات ثابته، يا اما فينير، يا اما حشوات تجميليه حسب الحاله بتاعتك، ولكن الديزاين ذات نفسه بتاعنا بتقدر يختاروه، يعني اي حد يقدر يختار الشكل السنان اللي هو عايزه، ونقدر نعمل موديفيكيشن ليه حسب الحاله بتاعت حضرتك. حلو جدا. بس دوت اسمه ديجيتال سمايل ديزاين او التصميم الضحكه ديجيتالي او عن طريق الكمبيوتر. طيب بما اننا بقى طبعا موجودين مع حضرتك، مشكله الخراج اللي هي الازمه الاساسيه اللي بتقابل ناس كتير قوي بتتعبها وممكن توصل ان الوش بيورم او يعني بيتعب، قول لنا يكتشفوه ازاي، طريقه علاجه؟ احنا عندنا نوعين من انواع الخراريج بتحصل معانا، يا اما خراج حاد وده بيكون المريض وشه بيورم جدا، تمام، وده غالبا المريض بيتجه على طول لدكتور الاسنان، تمام، وبيقدر يعالجه عن طريق الخلع او عن طريق علاج عصب او عن طريق حسب الحاله بتاعته، تمام. ولكن في نوع اخر من الخراريج اسمه الخراج المزمن، تمام، وده بيكون الوش العيان او المريض مش بيورم فيه، وبيكون اسيمتوماتيك، يعني ما بيكونش فيه اعراض، تمام، يعني ممكن العيان يكون عنده خراج مزمن بقاله سنين، تمام، وهو ما فيش الم،
فبالتالي حتى لما بنكتشفه صدفه عن طريق ان انا مثلا جاي اعمل ضرس تاني وعملت اشعه فشفت الضرس اللي جنب منه فيه خراج، تمام، والخراج دوت بيكون عامل تآكل في العظم وعامل مشاكل، بس العيان مش متألم، تمام، ومش حاسس باي مشكله، تمام. فنبتدي افهم المريض ان انت عندك مشكله في الضرس اللي وراه. بيبتدي هنا المريض بيستغرب، تمام. ده انا بقالي سنين عامل مثلا علاج عصب او عامل حشوه في الضرس دوت ومش بواجه منه اي مشكله، مش اي وجع. ولكن احنا بنشوف عن طريق الاشعه، تمام، ان في خراج مزمن في المنطقه ديت، ودوت مهم جدا ان احنا نعالجه. ليه؟ لان دوت عباره عن مصدر للعدوى في جسمك. مصدر العدوى دوت على المدى البعيد له مشاكل كتيره جدا، تمام. منها ان ممكن يحصل ريزيستنت، جسمك يبقى عنده مقاومه للمضادات الحيويه بعد كده. منها مشاكل تانية كتير غير من الحاجات المباشره التآكل اللي بيحصل في العظم حوالين الضرس، تمام. وممكن يحصل تآكل في الجذور، تمام. ولو كان قريب من الجيوب الانفيه ممكن بيوصل احيانا لوجود سدد في الجيوب الانفيه كمان، نتيجه وجود خراج مزمن بقاله سنين واحنا مش واخدين بالنا عشان مفيش الم، تمام. فمهم جدا برضو موضوع ان احنا نكون عاملين اشاعات، تمام، على الفك كامل. لما نروح لدكتور الاسنان، نتوجه لدكتور الاسنان نعمل اشعه على الفك كامل عشان نطمن ان احنا مفيش اي خراج مزمن او في اي مشكله مزمنه انا مش حاسس بيها ومش عامله لي مشكله النهارده، بس هي ممكن تعمل لي كوارث قدام. طيب قول لنا بالنسبه للاسعار بقى العاليه بتاعه التكلفه الطبيه في الخدمات الطبيه، يعني حلها ايه؟ بنلاقي اماكن مختلفه هنا غير هنا. احنا عايزين نتفق على حاجه، ان الخدمه الطبيه مكلفه، أكيد. تمام. فان هنا المريض لما بيبحث عن خدمه طبيه بتكلفه اقل، تمام، غالبا بتكون الجوده هي العامل الاخر اللي بنضطر ننزل فيه علشان ناخد تكلفه اقل. فالخدمه الجيده، تمام، اكيد معاها تكلفه عاليه، اكيد. ولكن الجديد دلوقتي في الفتره اللي احنا فيها ان في ابلكيشنز كتيره وطرق كتيره قوي للتقسيط، تمام، بحيث ان انا اقدر اخد الجوده العاليه بتاعتي، تمام، وما اتعبش في دفع تكلفه الجوده العاليه ديت، تمام. فمهم جدا ان انا وانا بدور على العلاج بتاعي ان انا مش بس ادور على التكلفه القليله على حساب الجوده. متوفر عند حضرتك طبعا؟ متوفر عندنا اكتر من ابلكيشن واكتر طريقه للدفع عن طريق الفيزا ودفع عن طرق مختلفه بالتقسيط. انتقلنا لفرع تاني من عيادة المستقبل لطب الأسنان والتجميل، وهو موجود في لوران. هنتعرف على الخدمات الموجودة فيه. احنا دلوقتي متواجدين في العيادة التانية لدكتور شريف. بنبارك لحضرتك على العيادة، هي متأخرة شوية، وده الفرع التاني، وبنسأل حضرتك عنها، يعني كلمنا عن الفرع التاني. ده الفرع التاني بتاعنا، عيادة المستقبل لطب وتجميل الأسنان، فرع لوران، شارع شعراوي أمام مستشفى لوران. الفرع هنا تم تجهيزه بأحدث الوسائل الممكنة طبيا، وإن شاء الله تشرفونا وتنورونا. ان شاء الله باذن الله. بسال حضرتك، انا شايفه هنا اجهزه شكلها مختلف واجهزه حديثه، هل في فرق بين الاجهزه يعني ولا واحد؟ هو الأجهزة اللي موجودة هنا واللي موجودة في فرع تاني نفس الأجهزة، ولكن ممكن تكون الأشكال مختلفة، ولكن سواء الأجهزة من أول التعقيم للأجهزة اللي احنا بنشتغل بيها كلها كفاءة واحدة، وأحدث الأجهزة كلها متوفرة إن شاء الله بإذن الله تعالى. طيب برضو هنستفاد من حضرتك ان انت معانا وكلمنا على يعني تمويت العصب، عشان دي اكتر حاجة بتخوف الناس من وجع الاسنان. انا عجبني حاجة حلوة قوي في السؤال بتاع حضرتك، انت قلتي تمويت العصب، لان هو ده المرادف لكلمة علاج العصب. عشان في ناس بتيجي تسألني تقول لي هو حضرتك لما هتعالج لي العصب يعني معنى كده ان هو مش هيموت؟ لا، هو تمويت العصب او علاج العصب او سحب العصب كلها مصطلحات لنفس المعنى، تمام، اللي هو روت كانال تريتمنت، تمام. علاج العصب غالبا بيتم حاليا بالاجهزه الحديثه في جلسه واحده وبيطلع بكفاءه عاليه والنتيجه بتبقى مذهله. ولكن في بعض الحالات، في حاله وجود خراج او التهاب، ممكن ناخد اكتر من جلسه، ولكن نقول مثلا 70-80% من الحالات بنقفلها في نفس الجلسه وبتكون سهله جدا. وده اعتقد بيحافظ على الضرس من الخلع، يعني ده بيحافظ عليه، صح؟ طبعا مهم جدا ان احنا نلحق مرحله لما يكون السوسه وصلت للعصب، ان احنا نلحق ونعمل موضوع علاج العصب دوت، عشان لو اتاخرنا هنخش في مرحله الخراج ومرحله ان الضرس يتكسر، وساعتها هنضطر نخش في الخلع.
والخلع هيدخلنا في قصه تانية ان احنا مراحل اكبر او ستيجز اعلى في العلاج. اوكي يا دكتور، هنشوف دلوقتي مع حضرتك غرفة التعقيم. كل العيادات بيتوفر فيها غرف تعقيم، ولكن هنا في عيادة المستقبل موجود غرفة تعقيم وكمان ليها مواصفات خاصة. موجودين دلوقتي في أهم مكان في العيادة وهي غرفة التعقيم علشان نحافظ على سلامة المريض. قول لنا يا دكتور بقى على غرفة التعقيم. تمام، هو التعقيم عايزين نعرف ان هو بينشق لجزئين. الجزء الاولاني الاجهزه بتاعه التعقيم، وديت الحمد لله عندنا احدث اجهزه التعقيم، عندنا اوتوكلاف بي كلاس وادوات معينه خاصه بالتعقيم. تمام. الجزء الثاني التعقيم ان الاتيتيود والافعال بتاعه الستاف كله، تمام، من اول استقبال المريض، من اول الادوات اللي احنا بنلبسها عشان نحمي نفسنا ونحمي المريض من انتقال العدوى لينا ولبعضينا. تمام. والاجهزه بتكمل الموضوع دوت، يعني التمرين اللي بيتمرنه الاستاف علشان يحافظ على التعقيم، تمام، ويحافظ على وسائل عدم انتقال العدوى، تمام، دوت جزء مهم جدا. بيتم بعد كده احدث وسائل التعقيم اللي احنا بنستخدمها زي اوتوكلاف بي كلاس، تمام. واحنا عاملين اوضه التعقيم هنا شفافه عشان المريض وهو قاعد يقدر يشوف الاستاف وهو بيشتغل جوه التعقيم، ويبقى شايف البروسيس دي بتتم ازاي، ويبقى شايف الاجهزه الحديثه اللي احنا جايبينها للتعقيم. ودلوقتي معانا حالة يا دكتور، قول لنا دلوقتي هنعمل ايه؟ معانا الحالة هنا عندها ضحكة لثوية، تمام، اللثة متضخمة عندها فمدارية على أسنانها، واحنا هنعملها النهارده إن شاء الله بإذن الله تعالى قص لثة غير جراحي عن طريق جهاز الدايسيرم، ودوت بيكون ظريف جدا ومبيكونش فيه نزيف ومبيكونش فيه ألم، وبيكون بسيط خالص إن شاء الله. هنشوف الحلقة قبل وبعد مع بعض إن شاء الله. أوكي، اتفضل يا دكتور. مكملين مع دكتور شريف الشافعي، وهنسأل حضرتك عن حساسية الأسنان. تمام. حساسية الأسنان في العموم بيبقى لها أكتر من سبب، ولكن بنحاول نعالجها الأول بالمضادات الحساسية الموجودة في معجين الأسنان، ولكن في حالات معينة ممكن نضطر نعمل علاج عصب أو بنحط مواد مضادة للحساسية. بالنسبة لحساسية الأسنان اللي واردة جدا حدوثها بعد حدوث أي حشو تجميلي، دي غالبا عشان نتجنب حدوثها الدكتور وهو بيشتغل قبل ما يحط الحشوة بيحط ديسنسايزنج ايجنت أو مادة مضادة للحساسية تحت الحشوة عشان يمنع حدوث الحساسية ديت من الأول. في ناس بتدخل عمليات وممكن تاخد بنج عشان هي بتخاف اصلا من ان هي تقعد وتاخد بنج مؤقت، فبيقولوا لها تاخدي بنج كلي ويعملوا مجموعه اسنان كامله، ولو في حاجه اتشالت من الضرس بيتركب مكانها حاجات وكده، يعني بتبقى عمليه. الموضوع دوت جميل جدا، موضوع البنج الكلي وان انا اعمل شغل كتير جدا في بق البيشنت مره واحده، هو دوت علشان نفسيه المريض، ولكن احنا مش بنفضل كده، تمام، لان البنج الكلي مضاعفاته اكتر من مضاعفات البنج الموضعي، تمام.
يعني اي حاجه في الدنيا بناخدها، اي دواء بناخده له اثار جانبيه وله مضاعفات، ولكن مثلا حاجه زي البنج الموضعي بيكون مضاعفاتها اقل، حتى لو خدنا وقت اطول في العلاج واشتغلنا على اكتر من زياره، ولكن ده هيكون افضل لصحه المريض. ولكن في حالات طبيه معينه بنضطر ان احنا لو بيشنت عنده خوف نفسي او فوبيا جامده جدا من طب الاسنان او كده، في الحالات ديت بنحاول نضطر ان احنا نلجا للبنج الكلي، علشان هنا يعني الخطر الاقل ضررا بالنسبه له. ودلوقتي معانا احدى البيشن، عرفينا بنفسك. سماح. كل سنه وانت طيبه يا سماح عشان السنه الجديده. قولي لنا يعني ليه عياده المستقبل، بتحبي فيها ايه وبتفضلي فيها ايه؟ بصي بصراحة احنا بنتعامل مع دكتور شريف يعني بقالنا وقت طويل، واهلي وكده بيجوا، وهو دكتور بصراحة يعني معاملته حلوة جدا، وانا بحس ان اهم حاجة الراحة النفسية، والمكان محترم، يعني والاسيستنت والريسبشن، كل الناس اللي موجودين يعني استقبالهم حلو وكده، فاحنا بنفضل دكتور شريف. يعني بتجيله على طول، بتيجي العياده هنا على طول باستمرار؟ انا ووالدتي واخواتي وكده. طيب قولي لنا يعني انت بالنسبه للاسعار، هل انت حاسه ان هنا مناسب ليكي، ولا شايفه مع غلو الاسعار يعني الدنيا عامله ايه معاكي؟ بصراحة هي بالنسبة للحاجات اللي الدكتور بيقدمها هي كويسة. تمام. الدكتور يعني بيقدم حاجة يعني ماتيريال بيستعمل، قصدك ماتيريال ومستعمل يعني هي مش رخيصة ولا غالية، بس بحس ان هي مناسبة للخدمات اللي الدكتور بيقدمها. اوكي ماشي، بنشكرك جدا يا سماح على وجودك معانا، ميرسي. ومكملين معاكم من داخل عيادات المستقبل لطب وتجميل الاسنان. كلمة أخيرة بقى حضرتك تقولها كده، توجهها للمشاهدين بخصوص نصايح عامة بخصوص الأسنان. اولا الف سلامه عليكم، واهم حاجه زي ما قلنا الزياره الدوريه لطبيب الاسنان، والاهتمام بالنظافه الشخصيه، واستخدام الخيط الطبي وفرشه الاسنان، وطبعا المضمضه. تمام. مبسوط جدا بلقائكم، وشرفتونا ونورتونا في العياده. ميرسي، بنشكر حضرتك جدا يا دكتور على استقبالك لينا. ميرسي. في نهاية حلقتنا يا رب نكون قدرنا نفيدكم بالمعلومات الكتيرة اللي شفتوها النهاردة، وانتظروني في جولة جديدة من برنامج بنت اسكندرية مع هوبي فؤاد.